يا ليلى وصلت على نبي، يا ليلى وصلت على نبي، اذكر الله وانت ماشي، يا ليلى وصلت على نبي، ولا تلهيك سلام، يا ليلى وصلت على نبي، باش تحيي القلب الرشيد، يا ليلى وصلت على نبي، وبذكري الجلالة، يا ليلى وصلت على نبي، مجهود ونسى، يا ليلى وصلت على نبي، يا على دار سيدي، يا ليلى وصلت على نبي، قالوا لي في الشوارع، يا ليلى وصلت على نبي، ومولاي علي بالرشاد، يا ليلى وصلت على نبي. يوم الحد خرجت السراب نادي، يوم الحد خرجت السراب نادي، واللي يلقاني يزاودني بالنية، واللي يلقاني يزاودني بالنية. عليت عيني نسمة وشبت صافي صورني، عليت عيني نسمة وشبت صافي صورني، ظهر نجوم يا سيدي وضاو عليا. بسم الله على بركة الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أول حاجة كنبدا بها الصباح هي كنتوضا كنصلي، وبالنسبة للفطور يعني عكوزتي الله يخلي لها صحيحتها هي اللي كنلقاها موجدة، يعني دايما كتوجدو منين كتصلي الفجر كتوجدو كتحطو فوق الطابلة صافي. كنوض كنفطر بنتي ونبدل لها حويجاتها وكنخليها تحفظ. ضروري كنعطيها واحد المراجعة ديال نص ساعة في الصباح، وانا كندخل نعجن كما كتشوفوا هنايا راني كنعجن، وغادي غير ندلكو شويه ونغطيه ونخليه يرتاح. ومن بعد هو كيرتاح وانا كنغسل المعينات اللي فطرنا بهم. منين كنرجع له كنلقاه ترخف صافي، كنحاول نجمعو واحد شويه يعني صافي بلا ما نحتاج الدلك بزاف. وكما قلت لكم بالنسبه للوليدات ضروري عطيوهم المراجعه في الصباح، انا ضروري عندي نص ساعه في الصباح كتراجع فيها. بالنسبه للدماغ ديالهم كيكون مرتاح وكيستقبل المعلومات، وهما يعني حتى هما كيكونوا مرتاحين. وانا هنايا كنعجن. من بعد ما غادي ندلكو مزيان غادي نغطيه نخليه يختمر وندوز ندير الغدا. بالنسبه للغدا درت واحد الطريفات ديال لادانت، وغادي نقطع عليهم واحد جوج بصلات مربعين، واحد جوج فصوص ديال الثومه، معلقه كبيره ديال السكينجبير، راس معلقه ديال البزار، ومعلقه صغيره ديال الخرقوم، واحد شويه ديال الملون الغذائي والقزبر، وكاس ديال الزيت مخلط بين زيت روميه وزيت بلديه. ومن بعد غادي نحطها في واحد فوق الكويزينيير، يعني ما غاديش نشعل عليها البوطه، وغادي نبدا نقي اللوبيا. نحاول نقي اللوبيا بالزربه حتى انا كنت ثقيله بزاف قبل ما نبدا نخدم. فاش بديت نخدم بديت ضروري خصني نتعلم الزربه، بديت كنتعلم الزربه السيف عليا. وغادي نقي اللوبيا ونديرها في الطنجره اللي غادي نسلق فيها، وغادي ندير هنايا البطاطا عاود نصاوبها ونديرها في الماء باش منين نكمل من الخدمه ديالي وندخل نلقى كلشي يعني واجد، يعني خاصني غير نطيب. هاد الطريقه هادي البنات كتجيني زوينه، يعني حتى بالنسبه للبنات اللي كيخدموا على برا ننصحكم بها، بحال توجدوا يعني اللحم ديالكم يعني اي نوع من اللحوم طيبوه هو الاول في كويس ديال الماء على نار يعني متوسطه دغيا كيطيب، وصافي تطفيو عليه وتوجدوا الخضيره اللي غادي توجدوها منين تجيو من الخدمه ديالكم. وصافي منين تجيو يعني غادي يبقى لكم غير طيبوا داك الخضيره دغيا كطيب، وصافي يعني غادي تكونوا كليتو ماكله صحيه.
ومن بعد غادي ندير هاد البطاطا ديالي في الماء، واللوبيا حتى هي غادي نديرها في الطنجره اللي غادي تنسلق فيها. وصافي البنات غادي ندخل ان شاء الله الخدمه ديالي. دابا راها 9 يعني 9 قل ربع. دابا راني كملت الشغل ديالي وغادي نشارك معكم بعد ما نكمل الخدمه وغادي ندخل للدار شنو غادي ندير. دابا البنات دخلت لقيت عكوزتي صافي قرصات الخبز، بقى عليا غير نطيبو. دابا راني كنطيب الخبز وفي نفس الوقت كنشحر اللوبيا ونشوف الكوكوط. انا كنطيب الخبز وانا كنكمل الغدا اللي بديتو. نحاول نبرم الخبز مع الجنيبات باش يجي محمر كامل. ما عمري ما تشاركت معكم بحال هذا النوع ديال الفيديوهات، يعني راه جايني الفيديو طويل وكنهضر بزاف، قبلوا عليا وصافي. راه ما عمري ما تعاودت معكم بحال هكا. صافي دابا راني طيبت الخبز، راني درت 6 ديال الخبزات بصح كبار ما شاء الله. وبالنسبه للعجينه مره كتكون مره ما كتكونش، يعني ماشي يوميا كنعجنو. وفي هذا الاثناء غادي نحيد هاد اللحيمه كما شفتوا طابت والبصله دغمرت. كتجي بنينه فاش كطيبوها بحال هكا بلا ما تقليوها مع البصله. ديروا غير كويس ديال الماء وشعلوا عليها، شوفوا البصله كتنزل. وغادي نضيفوا لها البطاطا ونحاولوا نحركوها حتى تشرب داك الاقامه. واللوبيا هي نشفت صافي تسلقت. غادي نضيف عليها واحد 2 حبات ديال المطيشه، واحد 2 فصوص ديال الثومه. وهنا ضفت الماء غليان للطنجره باش دغيا طيب لي البطاطا، وشويه ديال التحميره، البزار، القزبر والملحه. وغادي نحاول نشحرها حتى تنشف مزيان مع هاد لاصوص. وصافي هذه هي الغديوه ديالي طابت، غديوه على قد الحال. بغيت نشارك معكم يعني الافكار ديالي وصافي. وبالنسبه لهاد اللوبيا جات زوينه بزاف ومعلكه البنات. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم هاد الطريقه ديال اللوبيا، يعني مختلفه على اللوبيا اللي كنطيبوها مع المرقه. والمريقه جات عاقده والخبيز ديالي حتى هي طابت. ودابا البنات غادي هاد العشيه غادي نستغلها، كنخدمش فيها، غادي نستغلها ندير واحد الكوتيل للوليدات من بعد ما تغدينا وغسلت المعينات. غادي نحتاج واحد نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال الحليب، نص كاس ديال سنيده، و250 مليلتر ديال الماء دافي، وواحد البيضه، ومعلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، معلقه صغيره ديال الملحه، وخماره حمراء، وفاني. والدقيق على حسب الخليط. المهم غادي ندير داك البيضه ديالي هي الاولى في البول، نضيف الزيت، نضيف نصف كاس ديال الحليب حتى الحليب دافي، وواحد نص كاس ديال سنيده، وكيبقى على حسب الذوق. ونضيف داك 250 مليلتر ديال الماء دافي، ومن بعد غادي نضيف الخماره والملحه. نطربو، غادي نضيفو حتى الفاني. وبالنسبه للخماره حمراء غادي نخليها حتى الاخير. نطرب مزيان بالطراب اليدوي حتى تذوب لي سنيده. بالنسبه لهاد العشيه البنات انايا ما كنخدمش، قلت علاش لا نستغلها ندير واحد الكوتي. وبطبيعه الحال داكشي اللي كيبقى لي كندير يعني واحد شويه في المجمد الا جاني شذف على غفله في الايام يعني اللي كنكون انايا خدامه ما كنحيرش وما كنبقاش تالفه. من بعد غادي نضيف الدقيق شويه بشويه،
وبالنسبه للناس اللي عندهم الوليدات الصغار من الاحسن تخليهم حتى ينعسوا في داك الوقيته اللي يكونوا ناعسين. نتوما استغلوا الفرصه، قضيو الغرض ديالكم. انا منين كيكون فايق ما كنقدر ندير معاه حتى حاجه. صافي منين تغدينا هو نعس وانا استغليت الفرصه. صافي غادي نبدا نزيد واحد شويه ديال الدقيق شويه بشويه. بالنسبه للعجينه غادي تجي ثقيله شويه ويعني كتلصق، يعني غادي تجي فايته العجين ديال الكيك. وغادي نحاول نطرب فيها بيدي مزيان مزيان، راه دغيا كتوجد واخا تبقى تلصق في اليدين راه ماشي مشكل، هي اللي غادي تعطيها السر باش غادي تجي هشيشه. نحاول ندهن مسطح العمل بالطحين. نفرغ فيه هاد العجينه ديالي. نحاول نجمعها من الاطراف. العجينه راها خفيفه كتلصق في اليدين كما كتلاحظوا في الفيديو. من بعد ندهن هذا البول بالزيت وندير فيه العجينه ونخليها تختمر حتى يضاعف الحجم ديالها. ضروري خصها تختمر مزيان. وكما كتشوفوا راه جات متماسكه. وصافي غادي نديرها داخل واحد البلاستيكه، راه دار الجو راه شويه بارد باش دغيا تنفعل. وغادي ندوز نوجد معكم لا كريم باتيسيير اللي فيها نصف لتر حليب، وغادي نضيف له هنايا الفاني لا كريم باتيسيير، وغادي نضيف هنايا الزبده. وبالنسبه للكريم باتيسيير تقدروا تعوضوها بالنشا. هنا غادي ندير 3 ديال المعالق كبار ديال لا كريم. وغادي نضيف لهم 2 معالق كبار ديال سنيده. بالنسبه للحلاوه كتبقى يعني على حسب كل واحد. انا هنا درت 2 معالق ديال سنيده. وغادي نطرب مزيان الكريمه ديالي ونديرها تعقاد فوق النار مع التحريك المستمر. وبالنسبه للتزيين غادي نحتاج هنايا 2 ديال التفاحات، غادي نقشرهم نحيد لهم القشره ديالهم. نحاول نقطعهم قطع رقيقه على شكل هلال. وندير فوق منهم قطرات ديال الخل ولا الحامض اللي متوفر عندكم باش ما يتاكسدش لينا التفاح، راه دغيا كيكحال. نخلط مزيان حتى ينسجم لي الخل مع التفاح، الشرائح ديال التفاح. وغادي ندوز لا كريم اللي ها هي عقادت، غادي نزيد عليها الفاني ونزيد عليها معلقه صغيره ديال الزبده ونحرك مزيان. بالنسبه للزبده كتعطي هذاك الليونه، كتجي يعني لا كريم كتجي رطبه وزوينه. بالنسبه للعجينه ديالي ها هي خمرت، صافي غادي نقطعها على شكل كرات صغيره يعني على حسب الحجم ديال كل واحد. وندير واحد الزليفه ندير فيها الطحين، ونجيب واحد الكويس ونحاول ندير حفره يعني ونكبرها، نحاول نكبرها يعني ماشي تحفروا غير على حسب داك يعني داك الشكل ديال الكاس. حاولوا توسعوها باش يجي الشكل ديالها زوين. نحاول نفرغهم مزيان في الوسط
باش نحصل على هذا الشكل هذا. ومن بعد غادي نضيف لا كريم باتيسيير في الوسط اللي كانت بردت بالنكهه ديال الفاني. كل واحد يدير المذاق اللي كيعجبو، النكهه اللي كتعجبو. نعمر مزيان هاد الحفيرات. وغادي نضيف التفاح. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، تقدروا تزيدوا حتى الاخير دهنوا بالكونفيتور اولا بالناباج وتزيدوا اللوز ايفيلي. وزينت هنايا بشويه ديال الزبيب وحبيبات الشوكولات. وفي هذا الاثناء الفران راه كيسخن، ضروري الفران يكون سخون مزيان. وغادي نضيف واحد اصفر بيضه وقطرات ديال الخل وندهن الجنيبات كاملين. هاد البريوش كيجي لذيذ بزاف وبنين وخفيف مقطن. حتى بالنسبه للوليدات اللي ما كيعجبهمش الزبيب ولا التفاح، يعني غادي تدخلوه لهم في هاد البريوش مع لا كريم باتيسيير، كيجي واحد المذاق مختلف، كيجي ممزوج بين الزبيب ولا كريم والتفاح، وغادي ينال الاعجاب ديالهم. بعد ما طابوا على نار مهيله خرجتهم تحمروا مزيان ودهنتهم بالناباج في الجنيبات، ولا تقدروا ديروا العسل ولا الكونفيتور وصافي وتقدموهم بحال هكا لوليداتكم الكوتي ولا المدرسه. ما كياخذوش معنا بزاف ديال الوقت، وكما كتشوفوا كيجيو مقطنين بزاف البنات. نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم. وحتى لا بقات لكم شي كميه ديروها في المجمد. انا بقات لي واحد الكميه درتها في المجمد. ملي كتخرجوهم كتخليوهم غير شويه يذوب منهم داك الثلج، يعني واخا ما تسخنوهمش بحال يلاه طيبتيهم. وكيبقى هذا هو الكوتي ديالي، وان شاء الله غادي نكمل معكم الفيديو الاخير. دابا غادي ندوزو للعشاء. ودابا البنات غادي نحاول نوجد النص ديال العشاء قبل ما ندخل ندير الساعات الاضافيه للتلاميذ ديالي. المهم غادي نقص عليا واحد شويه. غادي ندير هنايا 2 بصيلات يتشحروا مشلضين، واحد 2 فصوص ديال الثومه. غادي ندير واحد الكراطان يعني اللي خفيفه، وغادي نضيف عليهم كما قلت لكم الطريفات ديال الدجاج. غادي نخلي حتى تنزل لي البصله هي والثومه. وديجا راني هنايا سلقت لي بات، نخليهم يبردوا مزيان. وغادي نضيف على داك البصله هاد الطريف ديال الدجاج ديال الصدر ديال الدجاج. غادي نقطعو مربعات صغيره ونضيفو على البصله ونخليه يطيب على خاطرو. وهنايا كنصاوب معكم لاصوص بيشاميل اللي ديجا راني اشتركتها معكم في فيديوهات اخرين. وغادي نضيف الملحه والبزار لهاد البصله والدجاج، غير الملحه والبزار صافي. من بعد ما طابت لي البصله والدجاج ديالي لي بات صافي غادي نكون دخلت درت لي تيت. دابا في هاد الوقت هادي راني كملت مع الساعات الاضافيه. صافي غادي نمونطي لي بات ديالي اللي غادي نضيف عليهم لاصوص بيشاميل والدجاج والبصله. غادي نخلط كلشي في واحد المقيله ولا شي بول ونضيف عليه الفرماج محكوك، ولا كان الفرماج ديال لي ساندويتش حتى هو كيجي زوين. وغادي ندخلهم الفران يتحمر لي داك الفرماج. ونتمنى ان شاء الله هاد الكراطه حتى هي تعجبكم. كتجي لذيذه بزاف ومعلكه. يعني كنقسم الشغل ديالي ما بين قبله يعني قبله وبعده. ولا عجبكم بحال هذا الفيديو هذا وهذا الروتين ديال هذا النهار، روتين بسيط يعني ديال ولاد الشاب كما كيقولوا، خليو لي التعاليق ديالكم وان شاء الله نشارك معكم روتينات اخرى كي كندوز النهار ديالي ما بين الخدمه والدار. والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله.